السلام عليكم. أطيب تحية للمتابعين. أحيانا ذوي الأشخاص المصابين بالأورام الخبيثة من باب الحرص على صحة المصاب بالأورام يتخذون قرارات لا تصب في مصلحة الشخص. على سبيل المثال يرتكبون خطأ فادح بمنع المصاب بالأكياس المائية حول الكبد أو الكلى من تناول الماء بشكل كافي، لأنهم يتخيلون أن الماء ينزل من الفم مباشرة ويخزن حول الكبد ويكبر حجم الكيس ويسبب ألم للشخص، في حين أن الحقيقة أن الكبد يختار كميات قليلة تصل من خلال الأوردة وتخزن قرب الكبد لغرض طرح السموم التي في الجسم فيها، في حال أن الجهاز المناعي يعجز عن أداء هذه المهمة، فيصار إلى سحبها لاحقا باتجاه التفريغ عن طريق المجاري البولية في الوقت المناسب. والتخلص من السموم أحيانا يجري بالمشفى بدون بنج، وبالإمكان التخلص من هذه السموم عن طريق أنواع من الأعشاب يتم من خلال تناولها التخلص من هذه السموم خلال ساعة واحدة، التخلص من كمية ما يوازي لتر من هذه المياه المخزونة حول الكبد. وسلامتكم.